الصدمة. في ثانية واحدة حياته انتهت. الراجل ده ما عملش حاجة غلط، بس اختار الاختيار الغلط. أدهم كان إنسان بسيط شغال وعايش يومه زي أي حد. كان قدامه اختيارين، واحد يريحه دلوقتي والتاني يوجعه. اختار السهل، وكانت دي الغلطة. مش كل قرار بسيط فعلا. لو كنت مكاني تختار ايه؟ حكاية ماما اللي ما تعبتش غير يوم ما سابتنا. ماما ما كانتش بطلة في فيلم، ولا ست مشهورة، ولا حد كتب اسمها في جريدة، لكن كانت بطلة حقيقية عاشت وماتت وهي واقفة. من يوم ما بابا مات والبيت سكت، بس هي لا، اشتغلت وتعبت وشالت الهم بدل 2. كانت تقوم قبل الفجر واحنا نايمين، تيجي وتبص علينا وتغطينا من لسعة البرد، وتنام بعد الكل. وأحيانا ما تنامش، تاكل لقمة وتسيب لقمتين، تضحك علشان ما نخافش، وتبكي لوحدها علشان ما تضعفش. لما نمرض كانت تبات جنب السرير حتى لو هي محتاجة دواء. لما نفشل كانت تقول مش مشكلة، المهم تحاول. ولما ننجح كانت تفرح كأنها هي اللي نجحت وتنسى نفسها. كبرنا وتخرجنا واشتغلنا، وهي فضلت زي ما هي، تدعي وتخاف وتستنى لحد آخر واحد يرجع، وتطمن إنه رجع البيت. آخر أيامها كانت تعبانة، بس عمرها ما قالت أنا تعبت. كانت تقول طول ما انتوا بخير أنا بخير. وفي آخر يوم لما نفسها كان تقيل، امسكت ايدينا وقالت خليكم مع بعض، الدنيا صعبة بس انتوا أقوى. وسكت الصوت. بس الحكاية ما خلصتش، لأن كل نجاح في حياتنا كان من صبرها، وكل خطوة ثابتة كانت من كفاحها، وكل دعوة حمتنا كانت من قلبها. ماما ما رحلتش، ماما سابت جسدها وسابت روحها عايشة جوانا. الست اللي صبرت لحد آخر يوم وما طلبتش حاجة غير إن ولادها يبقوا بخير. ماما ما كانتش بتبكي، ماما ما كانتش بتشتكي، كانت بتتوجع في صمت. من يوم
ما الدنيا قفلت في وشها وهي واقفة قدامها لوحدها، تشيل البيت وتشيل عيال وتشيل هم وتشيل خوف وتشيل وجع، وتقول الحمد لله ربنا كبير. كانت تضحك واحنا مش فاهمين ان الضحكة دي كانت قناع علشان ما تنهارش. كانت تصحى بدري، تلبس همها وتنزل تجري على لقمة العيش، وترجع آخر النهار ظهرها مكسور بس قلبها واقف. احنا ناكل وهي تقول أنا يا حبايبي شبعت. احنا نلبس وهي تفضل بنفس الهدوم سنين طويلة، وتحسب لبكرة وتخاف من بكرة. كانت لما نتعب تنسى وجعها، ولما هي تتعب تقول كام يوم ويعدي. كبرنا وما خدناش بالنا ان شعرها شاب، وان ايديها بدأت ترتعش، وان صوتها وتهي من غير ما تطلب حاجة. اخر ايامها كانت بتقعد ساكتة كتير، تبص علينا وكأنها بتشبع مننا قبل ما تمشي. والوجع زاد والنفس بقت تقيلة، بس برضو ولا مرة قالت الحقوني. وفي آخر ليلة نامت من غير صوت ومن غير وجع، كأنها قالت كفاية عليا لحد كده. ماما سابت دعوة لينا تسترنا لحد النهاردة. عم سالم كان دايما يقول مش كل حلم بيجي علشان يفرحك، في أحلام بتيجي علشان تفوقك. ومنير كان واحد من الناس اللي فاكر إن الأحلام مجرد لعبة عقل. في ليلة هادية منير نام وهو تعبان من الدنيا، شايل هم الشغل وقرارات مأجلها وكلام كان لازم يتقال وسكت عنه. وفي نومه شاف نفسه في المستقبل. ما كانش مستقبل فيه عربيات ولا طيارات، كان نفس المكان نفس الشارع، بس الروح مش موجودة. شاف نفسه ماشي وسط الناس بس محدش شايفه ولا هو حاسس بحد. ولما وقف قدام زجاج محل شاف وشه، ووشه كان أكبر شوية مجعد والعينين فاضيين. والنسخة اللي في الزجاج قالت له بصوت واطي أنا أنت بس. وبعد ما خفت تاخد قرار في وقته. منير حاول يصرخ لكن صوته ما طلعش، وفجأة
ظهر على الزجاج تاريخ بعد 10 سنين. صحي من النوم مفزوع، عرقان، قلبه بيدق بسرعة. قال ده حلم وخلاص. لكن وهو بيمد ايده للموبايل لقى رسالة مكتوب فيها لسه بدري. منير قعد يفكر طول الليل. هو فعلا ماشي في الطريق ده. هو بيأجل حياته ولا بيخطط. وعم سالم دايما كان يقول المستقبل ما بيظهرش فجأة، هو بيجي خطوة خطوة. وإن سكت منير معرفش الحلم ده كان ايه، رحمة ولا انذار. بس عرف حاجة واحدة، ان أسوأ حاجة مش انك تشوف مستقبلك، الأسوأ انك تشوف وما تحاولش تغير. عم سالم قاله وهو يبص في الأرض، أخطر حاجة في الحلم إنك تفتكره خلص لما تصحى. منير قرر ينسى، قال لنفسه كابوس وعدى، ورجع لحياته زي ما هي، نفس التنازلات، نفس السكوت، ونفس التجاهل. الأيام عدت والحلم مرجعش، بس اللي رجع كان الإحساس. إحساس إن حاجة جواك بتتقفل واحدة واحدة من غير صوت. بعد سنين وقف منير قدام نفس المحل، نفس الزجاج، المرآة. ده ما كنتش نايم. شاف انعكاس، نفس العين الفاضيين، نفس الوش اللي شافه في الحلم. ابتسم الانعكاس ابتسامة باردة وقال فاكرني حلم؟ أنا كنت فرصة. منير حاول يتحرك، جسمه سمع الكلام بس روحه لأ. عم سالم ختم الحكاية وقال في ناس بتشوف المستقبل عشان تتغير، وفي ناس بتشوف علشان تعرف. إن ضاعت آخر فرصة وسكت. محمود ساعي البريد الأمين. كان محمود ساعي بريد بسيط لا يلفت الانتباه، لا يملك إلا دراجته القديمة وحقيبة جلد وقلب نقي يعرف طريقه جيدا. كان كل صباح قبل أن يستيقظ الناس كان محمود يخرج من بيته يلقي السلام على الشوارع ويمشي وكأنه يحمل أمانات العالم كله على كتفه. الجوابات دي مش ورق، دي أرواح ناس. هكذا كان يقول دائما، رسائل تحمل حياة. محمود لم يكن يسلم رسائل فقط، كان يسلم شوق أم لابنها، دمعة زوجة تنتظر، أمل شاب مسافر، وداع أخير من مريض
كان يعرف البيوت بيت بيت، ويعرف الوجوه، ويعرف أي باب يحتاج خبط خفيفة، وأي باب يحتاج صبر. الاختيار كان صعب في يوم شديد الحر. كان محمود متضايق وزهقان. سقط من حقيبته رسالة سميكة، التقطها. شعر بوزن غير معتاد. فتح الظرف بحذر، فوجد مبلغ كبير من المال، ومعه ورقة صغيرة مكتوب فيها: لو الرسالة دي ما وصلتش حياتي هتضيع. توقف الزمن لحظة. محمود كان محتاج للمال، ابنه مريض والدواء غالي، لكن أغلق الظرف ووضعه في الحقيبة، وقال لنفسه بصوت خافت: الأمانة لما تضيع الإنسان يضيع. الطريق إلى الأمانة. بحث عن عنوان، سأل، تعب، مشي تحت الشمس حتى وصل إلى بيت قديم. فتح له رجل عجوز، كانت يداه ترتعش. عندما رأى الرسالة بكى. قال بصوت مكسور: دي فلوس العملية، لو اتأخرت كنت هموت. نظر إلى محمود طويلا ثم قال: الناس لسه بخير طول ما في زيك يا محمود. المكافأة التي لم يتوقعها. رفض محمود أي مقابل. عاد إلى بيته متعبا وقلبه مطمئن. وفي اليوم التالي انتشر الخبر في الحي. تكاتف الناس. جاء الطبيب وتكفل صاحب الصيدلية بالعلاج. وتحول محمود من ساعي بريد إلى رمز للأمانة. عم سالم قال: يا ولدي، مش كل الغنى فلوس، في ناس غناها في ضميرها. ولو الأمانة لسه ماشية في الشارع يبقى الدنيا بخير.